الله لا إله إلا هو. يسعد صباحكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم هيك متغير صوتي شوي لأنه مقربة، فتغيير الجو يوم شوب يوم برد كلياتنا مقربين بالبيت، وكأني أنا هيك كمان كلت هم السفر ونترك زوجي هون، فقررنا نسأله رد الشهر الجاي أوله يعني 5 الشهر القادم راح أحجز وأنزل. وهيك والله. هلا أول شي بدي أعمل قهوة، رح أحط معلقة نسكافيه سريعة الذوبان ومعلقة سكر وأضيف عليهم حليب إخفاق كتير منيح. أنا بحب أحط حليب بارد وأحط تلج، بس براد عندي بالشقة الفوق، ما عندي هلا حاليا ما عندي براد، رح أمشيها هيك. بعد ما أنا بدي سكر فاتورة الغاز وألغي على الآخر لأن الاشتراك هو باسمي. وهيك والله، يعني هون الأسعار صارت كتير غالية بالنسبة للمصروف اليومي كأكل أو شرب، وبالنسبة للإيجارات حتى الفواتير عم تبقى كتير غالية، فيعني نوصل لآخر الشهر ما عم نكون مجمعين شي أبدا، بيتنا تحت مقصوف فلازم نعمره، فالله يختار لنا الخير إلنا وإلكن يا رب. هلا رح أروح على المول اللي خبرتكن عليه بالجنب اليسار في مول مرمرة بارك، هو مقابله بالضبط في الهابي سنتر وفي هذا المول اللي خبرتكن عليه. فبتلاقوا يعني إنه في كل الماركات الموجودة بمرمرة بارك بس بشكل مصغر أكتر، وبنفس الوقت هو فاضي، يعني ما في إنه عجقة كتير أو عالم، يعني موديلات مثلا اللي بمرمرة بتكون خالصة هون بتلاقوها، وبتلاقوا كمان موديلات أكتر بنفس الوقت عليها عرض، لهيك أنا حبيته أكتر يعني من مرمرة بارك. في هدول الشنط هيك حبيتهم، كاينين بألف عاملينهم يمكن 800 وهيك. هذا الكولكشن تبع هاي السنة، الألوان الخريفية والشتوية. هلا هي القطعة كتير حبيتها، حسيتها هيك كيوت ولعمري. بالمناسبة أنا عمري 27 سنة، وانتو خبروني بالتعليقات من أي بلد عم تتابعوني وقد ايه أعماركن، وهذا الشي كتير بيهمني، وبكون مبسوطة بس أعرف هيك متابعيني من وين، من أي بلد، قد ايه أعماركن، وهي التفاصيل. وهي الكولكشن تبع الشناتي، هدول القشط كمان عاملين عليهن عروض، كاين الواحد يمكن ب300 عاملينه ب150، كمان كتير حبيتهم. هدول جواكيت بس ولادي. هذا المحل كمان عامل خصومات بتوصل ل40%. هلا هون في محل اسمه مس مريم، كمان عنده كتير قطع حلوة ورخيصة، يعني أغلى قطعة بتلاقوا سقفها 500 ليرة تركي ل600. كتير قطعة حلوة والكواليتي تبعها تقيلة، يعني على الغسيل بتم كأنها جديدة. بحس هي الماركة قريبة على ماركة ديفاكتو وماركة LCY، بس إنه أرخص وأسعار مقبولة أكتر. كتير عنده موديلات حلوة مثل بيجامات وفساتين سهرة أو كنز والقصص هي كلياتها. وهلا رح نرجع على البيت، رح نبلش بتجهيز الغدا. عندي أنا نص صدورة دجاج مقطعتهم شرائح رفيعة، نقعتهم قبل بيوم بلبن ومية مخلل وملح وفلفل أسود فقط، ما بحط غير هيك. وبصحن بحط بيضة وشوية حليب بخفقهم مع بعض مع ملح وفلفل أسود. بالصحن التاني بحط طحين تقريبا كاسة كبيرة، كمان ملح وفلفل أسود وبابريكا وبس. ولصوص المايونيز بحط كاتشب، عسل، دبس رمان، مايونيز، عصرة ليمون، هي أهم شي بتعطي طعم خرافي للصوص. وهاد كمان حبيت جربه أول مرة بجيب منه من ماركة البيم. وهلأ رح أشغل السخانة ورح أحاول أحمص البرجر هيك حتى يصير يعني صفر البرجر هيك أشقر وهيك على الأحمر شوي، بيطلع معكن البرجر خرافي. لازم نجربوا هاي الطريقة، واللي بيجربها يقلب التعليقات ويخبرني شو رأيه. لا حطت على الزبدة بالفرشاية هيك، لحاول وزع الزبدة على سخانة السندويش
ولا أحط قطعتين برجر هيك حتى يتحمصوا. هلا زورة الدجاج بالقلي بتاخد معي تقريبا 5 ل10 دقايق، ما أكتر من هيك، حتى أقل من 10 دقايق، يعني من 5 ل7 دقايق، لأن هي منقوعة بالنهار بلبن ومية المخلل، فبتخليها كريسبي من برا وبتقرمش ومن جوا بتكون طرية. هلا ليكوا بعد ما تحمست معي البرجر رح أحطها من هذا الصوص اللي عملته أنا على إيدي على حسب الرغبة. وأهم شي كمان ضيف مع زورة الدجاج خس. يعني الصراحة أول مرة باكلها مع يعني برجر ابنة خس بتركيا. عنا بسوريا بيحطوا بندورة، بيحطوا جبنة، بيحطوا شيدر، بيحطوا كانوا بيض كمان أحيانا في محلات كانت تعملها، بس لقيت هاي الطريقة أطيب شي، يعني من دون تخبيص، بس هيك صورة دجاج خس الصوص اللي بتحبوه انتو وبطاطا وبسوها متل ما عم قولكم وادعولي والله أكلة. وهذا الصوص أنا جبته معي من البيم كمان كتير طيب، أول مرة بجربه ندمت إني ما جبته من قبل، عن جد طعمته طيبة، طعمته هيك قريبة للباربيكيو هيك النكهة المفحمة للحلو والحامض بنفس الوقت، فعطى هيك ميكس للساندويش هيك كتير طيب. وهلأ هيك شوية بطاطا مدلع حالي، وهاد كان عشانا لليوم. هلأ صار وقت التنظيف. هلأ أهم شي عندي إني أسخن إبريق المي، سخانة المي ورح أحط بخاخ مزيل الدهون على السخانة، رح أحاول أفرشي الزوايا كتير منيح حتى أتأكد إنه نطفت بهي الطريقة. هي خلاص كتير بتلبك، يعني ما تنفك الشفرات تبعتها، فبدي ليفها وهي مركبة، يعني هي ستوب ماشي حالا هيك تمريقة وقت. رح وقفها هيك بهذا الشكل وكت عليها مي سخنة مشان الدهون كلها تروح. بتعرفوا انتو بالليفة قد ما انتو ليفتوا يعني مي سخنة بتخلي الدهون كلها تروح بسرعة، هيك بضمن انه صارت السخانة عندي نظيفة وما بصير في اي ترسبات دهنية او بصير في هيك بقع صعبة انه تنشال. برجع اعملها وش تاني لان حسيتها ما نطفت من اول مرة. حتى على الفرشاية دهنت فيها كمان الزبدة، بس خلص الجلي كلياته بحب اجيب هيك اللي عليهم زفر وبسخن سخانة المي وقطع عليهم مي سخنة، بلاقيها هيك بتنضف فورا وبأمن إنه ما بقي فيها بواقي من الزيت أو الزبدة أو هيك. هاي الليمونة اللي عصرت نص على المايونيز متعودة هاي العادة من أمهاتي من أمهاتنا عفوا، لازم نستغل كل شغلة لآخر فرصة. رح أجيب هاي الليمونة ورح أعمل فيها هيك الستانلس ستيل اللي فيها أي شي، يعني انتو بتكون مثلا طنجرة فيجة المجلة أي شغلة يعني فيها انتو تحملوها بهي الطريقة بتلاقوها هيك عم تضوي، حتى لو اجى عليها مي فما بتبقع الفيجة عندك وتمام تلمع لمع مثل فياجة الفنادق وكأنك انتي مركبتي على اجر. هلأ صار وقت نتحلى. جبنا نحنا جايين انا وزوجي من المول نابلسية مع زيتونة، هذا المحل عنده هيك الحلويات روعة كتير طيب شغله، فما صحينا ناكل بالمطعم إنه بنجيب ناكل بالبيت نحنا والولاد. جربوا تحطوها 30 ثانية تقريبا بالميكروويف وطلعوها وحطوا عليها هيك القطر ورشة من الفستق الحلبي وبتدوقي أطيب نابلسية كأنك انتي هلأ من الصينية، يعني كأنك انتي من الغاز. طيب لا يا طيبة أطيب ما انك تاكليها هي باردة. بعدين رح أورجيكم هلا مشترياتي من ماركة جريتس، كمان هي مشهورة بتركيا، هي توديعة يعني إنه هلا كل ما عم يصحلي أجيب إلي أغراض عم جيب إلي غراضين. فجبت هذا مرطب الشفايف، بس هاد ما من جريتس، هاد جبته من ماركة الشوك اللي قاعدة بتركيا، جيب منه لأنه كتير ظريف، أظرف من فلامورا وأظرف من زيفورا وأظرف من أي ماركة أنا جربتها، حتى يعني سعره كتير مقبول، سعره بس 40 ليرة. هاد كمان روج، بس ما لقيته كمان كتير ظريف، يعني بعطيه 5/10 لأن لونه ما ثابت وكتير يعني هيك بيتحرك اللون، عرفتوا علي كتير هيك بيرجق الوجه مثل ما بتقولوا. وهي كمان بودرة، هاد اي شادو كتير حبيتهم. هاد القلمين جبتهم على أساس إنه هو لون أسود، أنا هيك شفتهم هنيك إنه هن لونهم أسود،
بس كان صاير معي هيك عمى ألوان، طلعوا واحد أخضر وواحد أزرق، ضحكوا علي بس هيك طلعوا. بس يعني ما ندمت كتير، لقيتهم نظراف كتير حلوين، حتى لونه ما بيتحرك أبدا، هو بصير ايلاينر وبصير كحيب قلب العين. هي وقعته لا تواخذوني، هيك اللون بيدمع قد ما حاولتي تمسحي هيك بإيدك ما بيروح ثابت. إذا وصلتوا لهون لا تنسوا اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم، بحبكم كتير، اللقاء فيديو جديد، سلام.